مرحبا بالاكيل، اليوم معكم كريم من اكل الشارع مع الصحاب. اليوم حنجرب الفطير المصري من عمي شلتت والانفوشي وعمي سمير بتاع الفطير. راح نجرب الثلاثه اليوم مع بعض، وراح اعطيكم رايي بكل صراحه، وبتمنى من الكل يعطينا رايه. اذا في مطاعم ولا اي شيء في بالكم حابين انا اجربه ارسلوا لنا او اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. زي ما قلت لكم النهارده راح نجرب. ولا خلينا احكي شوي، انا المصري عندي مش قوي، بس راح احكي لكم يا شوي مصري وشوي سوري. يا عم الحاج احنا ناقصين لبخه في الكلام. هنجرب الفطير المصري. طبعا الفطير المصري مشهور كتير، بيكون بسمن بلدي فيه حشوات مختلفة، بس اليوم نحن راح نجرب. راح يكون معنا 3 انواع نفس الشيء وبنفس الوقت من اماكن مختلفة ومن اشهر المحلات في مصر. الاصناف هي عبارة عن سجق وكيري. راح اجرب وراح اعطيكم رأيي. وخلينا نجرب بعمي شلتت. عمي شلتت الفطيرة الوسط ب 235، والانفوشي ب 260 برضه الحجم وسط، وعمي سمير بتاع الفطير برضه ب 260 حجم وسط. طبعا الثلاثه هم سجق بالكيري، وراح نشوف كل واحد وجي ايه معه ولا شو بيجي معه. عمي شلتت زي ما انتم شايفين بيجي معه، خلينا افتح لكم اياها ونشوف، منديل، شوكه وجوانتي. طبعا نحن مدير التصوير عم بيحكي شغلات انا لسه ما خلصت. وجي معه كاتشب، وده شكل الباكج من برا، ودي شكل الفطيره. والانفوشي طبعا ولا حاجه، الحمد لله حطينا اياه بباكج حلو، يعني شكل الباكج كده وشكل الفطيره. لا لحظه ظلمناه، سامحني. في معه 2 كاتشب. نجي عند عمي سمير، الكثير من الكاتشب. المطعم لما بكون فيه كرم بالتقديم انا كتير بيعجبني، يعني انا المطعم لما بكون كريم كتير بيعجبني طبعا. وبيجي معه جوانتيات بس طاروا. طريق سلام انت. وخليني اورجيكم شكل الباكج من برا، وهاي شكل الفطيره. رح نجرب الثلاثه، رح اعطيكم كل واحد رايي فيه. رح نبلش بعمي شلتت ورح نشوف شو حيطلع معنا. فطيره عمي شلتت، خلونا ندوق واعطيكم رايي. انا الفطير المصري بحبه ومجرب بكتير اماكن، بس عم شلتت بصراحه ما جربت براندات، تمام، بس هلا بجرب براندات. الانفوشي جربته وكان حلو مره، بس عم شلتت وعم سمير بصراحه ما جربتهم، هي اول مره بدي اجربهم. بسم الله. هي شكل الحجوه من جوا، الكثير من الجبنه والقليل من السجق. بالنسبه لعمي شلتت ما راح اعطيكم رايي دلوقتي، لاخر الفيديو حاعطي لكل واحد شو بيستحق، شو اللي انا حسيته. حشوه لكم اخر الفيديو. هي الشكل من جوا محشيه سجق منيح جبنه. خلينا نجرب. بسم الله. برضه طيب. خلونا نجرب عم سمير. عم سمير برضه الحشوه منيحه وهي شكلها، وخلونا ندوق الطعم. انا ما بحب الكاتشب كثير مع الفطير، بدي استطعم باللحم وبالجبنه. بنبلش بعمي شلتت. عمي شلتت حشوه يعني الله كسعر 235، اوكي حلو براند وكواليتي، بس توقعت بصراحه انه يكون السجق اطعم من هيك والحشوه تكون اكثر. كل شيء مستوي تمام، بس في اطراف مثلا محشيه اكثر من اطراف ما هي متناسقه كلها مع بعضها. هي بالنسبه لعمي شلتت. وكطعم مقبول، بس انا بالنسبه لي يعني لا ما بجرب صراحه. وطيب بس مو الواو. فعمي شلتت بنعطيه 8/10. بنجي لعمي سمير. عمي سمير بتاع الفطير كحشوة عمي سمير ممتازة متناسقة كلها مع بعضها، يعني أغلب الأطراف تلاقيهم متناسقين. كل قطعة فطير لازم يكون فيها سجق ولازم يكون فيها خضار، والجبن كمان موزع بشكل حلو. فعمي سمير كطعمة سجق ظاهرة أكتر من عمي شلتت، وكطعم حبيتها أكتر من عمي شلتت، والخضار ظاهرة فيها. يعطيه العافية اللي عملها ويسلم إيديه. بنعطي عمي سمير 8.5/10. بنجي للأنفوشي اللي أنا مجربه قبل هالمرة، مو لأنيني أنا مثلا حبيته أكتر، أو بس الأنفوشي على طول بتلاقي الحشوة تبعيته منيحة، يعني حتى بالزوايا والأطراف الحشوة مليانة. حسيت إنه أكرم حدا بالحشوة هو الأنفوشي، مو مبالغة ولا لأنيني أنا مثلا أكل عنده أكتر من مرة، فلا، هو الأنفوشي الحشوة تبعيته أكتر، بس طعمة السجق ظاهرة عند عمي سمير أكتر. راح أرجع أدوق.
صراحه الفرق بين الاثنين دول الانفوشي وعمي سمير صراحه عن جد يا شباب، السجق ظاهر عند عمي سمير طعمه السجق وما يبين طعمه الجبنه، بينما الانفوشي طعمه السجق ظاهره بس طعمه الجبنه مغطيه، وانا من الناس بحب الجبنه كثير. خلينا نعطيه للانفوشي برضه 8.5 من 10 عشان ما نكون ظلمناهم للاثنين، والاثنين طيبين. بس هاي الصراحة أنا أكل بمحلات إنه مثلا شعبية أو محلات مش معروفة كان الحشو أكتر وكواليتي عالي برضه ونوع لحمة عالي، وممكن تكون أغلى شوي أو أرخص شوي بس أطيب. وبتمنى الكل يتابعني ويعطيني رأيه بالفيديوهات السابقة والجديدة. وبشكر أنا أصحابي مروان وعمورة وطارق اللي على طول إنهم بدعموني ومعي بكل الفيديوهات. طبعا بتمنى لهم التوفيق والخير لقدام انا وياهم، واتمنى ما يحسفوا جزء هاد، واتمنى لكم يوم سعيد او مساء سعيد. كان معكم كريم من اكل الشارع مع الصحاب، وبتمنى ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والمتابعه وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم. الى اللقاء.